ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. تعالوا نمسح الأرضية دي. طبعا الكراسي متنفضة عرض مستمر. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا انا منفضة ده كله، في نشارك الحاجات اللي فاضلة. طبعا المدخل كله اعزكم الله، احذية كلها هرصها اهو.
شايفين الدنيا بتنفض. انا منفضه الشقه اصلا في فيديوهات تانية دلوقتي، فهتلاقوني تعبت هنكت يعني. انا معاكم، بس معايا شكو معايا يعني، اللي عاوز يعيش معايا يعيش في قلب اجواء الشقه كده وانا لوحدي. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش تحطوا الكومنت الجميل والشير واللايك. اللي كاتب لي ام مكه شكل اشرف عبد الباقي طبعا، وانتي قريبة بيومي الفنان بيومي فؤاد. طب والله متشكرة يعني، هي ست زي الفل وست راقية وست محترمة وست شقيانة وست جميلة، وربنا يزيدها من نعيمه وينعم عليها من فضله ويرزقها الخير كله، اللهم امين. كاتبين لي انا كمان قريبة بيومي فؤاد. طب ماشي، قريبته زي الفل. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويزيدكم كده من فضل ربنا وينعم عليكم من خيره. على فكره انا ارهقت، لان انا عملت 3 مرات في الشقه دي دلوقتي، مره في اوضه ومره في اوضه، يعني مقسماه عشان ما يبقاش الفيديو 20 دقيقه. صلوا على الرسول. على فكره بقى، الناس اللي بتقعد تقول لي انت بتعملي روتين، انا بعمل روتين، انا الحاجه اللي بحبها وانا بشتغلها. اصل انا مش هطلع اطبخ ولا هطلع اقعد اقول ايه الاكله دي بتطبخ بالطريقه دي ولا الاكله دي بتتعمل بالطريقه دي، ده فضل ربنا. هي في ناس معينه كده يشوفوا المشاهدات ضربت وعليت وان شاء الله تبقى في السماء، ابص الاقيهم نار بركان بيعلى من الشتيمه والتعليقات السلبيه. نار كده. في ناس معينه ما اعرفش هم مين اساسا، انا ما عنديش خلفيه هم مين، بس فيهم انا جزء معين اعرفه وجزء التاني انا ما اعرفوش. فاللي ما اعرفوش ربنا يسلط عليك اللي انت ما تعرفوش عشان يقرفك. لان ربنا في القران بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا بعضكم بأس بعض. صدق الله العظيم. يعني كل واحد بيبقى عنده بيزهق حد ربنا بيجيب له اللي يزهقه، وكل واحد بيزعل حد ربنا بيجيب له اللي يزعله. فهو في السماء في محكمه الهيه فوق بتحكم بين الناس وبتحكم وبتعمل كل حاجه. ربنا سبحانه وتعالى مطلع، شايف الحلو وشايف الوحش وشايف كل حاجه يعني سبحانه وتعالى. وربنا يخلي كل واحد ساعدني وساندني في القناه، الراجل المحترم، الراجل المؤدب، الراجل ابن الاصول اللي واقف معايا وهو له فضل عليا بعد ربنا ان انا وصلت للمرحله اللي انا فيها دي. ده راجل فوق دماغي بكل بصم يعني، انا دايما بقولها وهفضل اقولها، هو فوق راسي. راجل يعني ربنا يخليه لاولاده ويفرحوا بيهم. هو السبب بعد ربنا يعني، ربنا الاول وهو تاني حاجه في اللي انا فيه دلوقتي، علشان هو ما عمليش حاجه غير ان هو ساعدني وقف معايا في كل اموري. ربنا سخره سبحانه وتعالى ان يساعدني، ان هو واقف معايا. حد واقف معايا ربنا سبحانه وتعالى سخره لي كده. انا عملت طيب في حد قدام، ربنا سخر لي الشخصيه دي تتنيها واقفه معايا للوضع اللي احنا فيه. هو لو سمع الفيديو هيعرف ان انا بتكلم عليه. ربنا يخليه لاولاده ويفرحوا بيهم ويرجع لهم بالسلامه. انا على فكره بقعد اضحك جدا لما حد بيقعد يقول لي انت وصلتي لكده ازاي، انت ما تستاهليش كده. طب يا جماعه احكموا خلي ربنا سبحانه وتعالى يشوف مين اللي يستاهل ومين اللي ما يستاهلش. ومتشكره خالص اللي بيقول لي يا قشطه. انا كتبتها في عنوان. على فكره انا الكاميرا مغمقاني ومتخناني معرفش ليه، فهو طالعه كده في الفيديوهات ايه، يا اما تخينه يا اما سمراء. فسبحان وتعالى بقى انا مش اللون ده خالص. هو انا افتح من كده، بس هو ممكن ايه الاضاءه والتصوير والكاميرا بتدي حجم ايه طن الا ربع، فانا تلاقوني طالعه ياما. فربنا يخليكم ليا بكل اوضاعكم وكل كلامكم، والناقد برضو ربنا يهديه ويصلح احواله. متشكره لكم خالص ووجعت دماغكم. مع السلامه.